بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يرفع أقداركم وييسر أموركم، وأن يزدنا جميعا إيمانا وتقوى ويقينا وألفة ومحبة وأخوة، وأن يكتب لنا جميعا حسن الخاتمة. حديثي إليكم كما تفضل الشيخ الكريم يكون عن مفردة من مفردات القرآن، مفردة لفظة في القرآن الكريم، ولكن هذه اللفظة لها العديد من الدلالات والكثير من الأحكام، بل هذه اللفظة هي التي تضع حداً لهمومنا ومنازعاتنا وخلافاتنا. هذه اللفظة هي الصلح. ربنا قال في القرآن: والصلح خير. وردت هذه الآية في سورة النساء، الآية 128 من سورة النساء. بداية لابد من مقدمة خفيفة تنصرف إلى نقطتين مهمتين. الأولى: نعيش في الدنيا، والدنيا من خصائصها النزاع. رانا عايشين في الدنيا، في الجنة ما كانش مشاكل، ما كانش منازعات. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، ولكن كلنا ممتحن ومختبر كما رانا كامل، صغارا كبارا، الجميع مبتلى بما يشاء الله جل جلاله. ربنا في القرآن قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن من خصائص الدنيا ما تعلمون، والحياة تزداد تعقيدا، وكلما تعقدت الحياة كلما أفرزت مشكلات لا مثيل لها. المجربون يقولون هذا الكلام: الحياة الآن أصبحت معقدة في جميع المجالات، وكونها معقدة أفرزت قضايا معقدة. ومن أراد أن يطلع يعني في سير القضاة والمصلحين عبر التاريخ سيلاحظ جملة من الملاحظات، منها أن المنازعات عموما بسيطة في غاية البساطة في عمومها، ولكن الآن في هذا الزمان القضايا معقدة ومعقدة جدا. إذن فلننتبه ماذا ينتظرنا في هذه الحياة. ومن أدلة تعقد هذه المسائل، وكلكم يعلم ذلك من باب التذكير، هناك قضايا لم تجد لها حلا عبر سنوات طويلة، تصل إلى القضاء، المحاكم 20 30 40 سنة في لاجستيس، في المحاكم بلا حل. هذا أمر معلوم. بل حتى إن صدرت أحكام قضائية كاين واحد ربح والآخر خسر. واحد يقول أنا ربحت القضية، والآخر يقول أنا خسرت القضية، بمعنى واحد فرحان والآخر حزين. أما الصلح الجميع يربح، يقول تفاهمنا تصالحنا الحمد لله، فضلا عن الأجر الذي يناله الجميع. نقطة ثانية في المقدمة تنصرف إلى ضرورة النظر في الطرق البديلة لإنهاء المنازعات. بمعنى تروح للمحاكم تلقى أكواما من القضايا، ملفات لا حصر لها، وفي جميع المجالات. في العقاري التراب والبنيان والعمران تلقى آلاف، وفي الأحوال الشخصية كيف. تروح للمسائل التجارية الاستثمارية
أيضا كيف آلاف القضايا. هذه الآلاف من القضايا إن لم أقل الملايين، نحتاج نحن في هذا الزمان إلى البحث عن الطرق البديلة لإنهاء المنازعات. لذلك الحمد لله في الجزائر حتى على مستوى التقنين، على مستوى التشريع، القوانين الجزائرية فتحت المجال فسيحا لهذه الطرق البديلة. أذكر على سبيل المثال القانون رقم 0809 الذي نص على الصلح كطريق بديل، ونص على الوساطة القضائية لا ميدياسيون جوديسير، ونص على التحكيم الاربيتراج. لماذا ذكرت هذه الطرق البديلة؟ لسببين: الأول للتعريف بها، ثانيا لتفعيلها ميدانيا. لابد من تفعيل هذه الطرق البديلة المنصوص عليها في القوانين المختلفة. دعوني الآن أحدثكم قليلا عن أصول الصلح. للصلح أصول شرعية وجذور اجتماعية، وكذلك أصول قانونية، وإن كانت الإشارة تكون خفيفة. أبدأ بالأصول الشرعية. سبق في علم الله عز وجل أن النزاع يقع بين الناس، هذا في علم الله، ربي على باله، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون، علم الله المطلق. لذلك ذكر العديد من الآيات التي ترشد الناس إلى التصالح عند التنازع. أذكر على سبيل المثال في سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية الأولى بدأت بأمر التقوى، لأن التقوى صمام وأمان. اللي يخاف ربي ما يوقعش في المشاكل، وإذا كان وقع مادام يخاف ربي يولي يقبل الصلح. وأنتم جربتم في حياتكم بعض الناس يرفضون الصلح، يأبون. اللي يخاف ربي لازم يقبل الصلح، لازم، لأن ربي قال: فاتقوا الله، خافوا ربي وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية الأولى من سورة الأنفال. ونقرأ في سورة النساء العديد من الآيات. الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية إذن عامة مجردة تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إشارة إلى أن النية والإرادة هما الأولين، والنية تسبق كل شيء. الصلاة نصلي بالنية، والنية تفيد الحزم والجزم والتمييز، هذه من مقاصد النيات. ممكن 4 من الناس يصليوا ولا يصوموا، واحد يصلي الظهر الآخر يصلي العصر، 4 ركعات 4 ركعات، ولكن اللي يفرق بيناتهم النية. تلقى واحد يصوم صابرين، والآخر يصوم القضاء، والآخر يصوم النذر. من ميز بين هؤلاء؟ النية. أيضا في أمر الصلح القرآن الكريم يذكر أمر النية والإرادة: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بلا ما نذكر دلالات هذه الآية فهي كثيرة. هذه آية أخرى في سورة النساء ربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليتمدد هذا الإصلاح ليعم الناس، كل الناس.
ونقرأ في السورة نفسها الآية 65 قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى، 3 شروط ذكرت في الآية. الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية لم تحدد طبيعة النزاع، قد يكون النزاع أسريا، قد يكون اقتصاديا، تجاريا، عقاريا، مهما كان. يعني وش الخلاف اللي يكون؟ هذا هو المعنى الآية، فيما شجر بينهم على الإطلاق بلا تقييد بلا تحديد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا نسميه التسليم الباطني، القبول. ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم، لازم يرضى ذلك الخصم، أولئك الخصوم لازم يكون عندهم رضا نفسي، قبول بنتائج الصلح، ويسلموا تسليما. هذا نسميه التسليم الظاهري، التطبيق العملي في دنيا القانون. لعل فيه محامين حاضرين معنا هنا، ممكن قضية يصدر حكم قضائي نهائي كي يروح لإكزيكسيون، التنفيذ، ما كاش تنفيذ، وبعدين يظهر ما يسمى بالإشكال في التنفيذ، ما يطبقش، جوجمون خرج، تطبيق ولاش، ما كانش. علاه؟ لأنه هكذا إشكال في التنفيذ. وبعدين تبدأ إجراءات، وإجراءات معقدة جدا. نرجع، ربي قال في هذه الآية: وضعنا منهاج لأمر الصلح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك آيات أخرى كثيرة، ونقرأ في السنة النبوية أيضا العديد من الأحاديث، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الإمام أبو داود وغيره: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة، المقصود النوافل، والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. باش نعرفوا كيف استمال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس إلى الصلح بهذه المقدمة الحديثية: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وحينما وقع نزاع بين أهل قباء في عهده، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. والأحاديث كثيرة، نقرأ في السنة القولية وفي السنة العملية وفي السنة التقريرية، باش نفهموا بأن الصلح له أصول في شريعة الله. ولكن كي نروحوا للمجتمع أيضا، نتحدث عن المجتمع الجزائري، نقول أيضا أن مجتمعنا عنده أصول للصلح. أي نزاع يقع بين الناس كي يقول لك نروحوا للعقال، للساج، نروحوا للعقال، لا نلتمس منهم حلا، الناس اللي مجربين اللي عندهم الحكمة إلى آخره. ولا الناس يقول لك نروحوا للجماعة. كلمة جماعة هذه موجودة في القطر، شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا، وين تروح تلقى كلمة نروحوا للجماعة، نجيبوا جماعة. ولا نروحوا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يؤمنا في الصلوات. لماذا لا يؤمنا في المنازعات؟ هو أيضا من مهام الإمام الإصلاح بين الناس. إذن جذورنا الاجتماعية ثرية جدا. المطلوب منا أن نحسن استثمار هذا المخزون الاجتماعي، بل المخزون الثقافي
الفكري في مجتمعنا المتأصل جدا متجذر. فالصلح متجذر في عمق الشعب الجزائري، ولكن نحتاج الآن في زماننا إلى تفعيل، فاعلية، ليفيكاسيتي. نحتاج إلى هذا التفعيل. هذه أصول اجتماعية، وهناك أصول قانونية. أشرت فقط في المقدمة ولا أطيل أن المنظومة القانونية الجزائرية تدعونا إلى الصلح في جميع المجالات. إذا رحنا مثلا مجال العمال، القانون 90/02، المادة 6، 7، 8، 9، 10، هذه كامل نصت هذه المواد على أمرين: على المصالحة، كما نصت على الوساطة، لا ميدياسيون، موجودة في القانون 90/02. نقرأ في القانون 75/58 المعدل والمتمم أيضا أكثر من 100 مادة قانونية، أكثر من 100 مادة. هذه المواد ترشدنا إلى الصلح، بل أكثر من ذلك، هناك مواد اجتهدت في تقنين النصوص الشرعية التي أشرت إلى بعضها قبل حين. لذلك هذا القانون أيضا عامر بالمواد التي ترشد الخصوم إلى الصلح. وكذلك نقرأ في قانون 75/59 المعدل والمتمم، مجال التجاري أيضا فيه مواد كثيرة تدعو إلى الصلح. وكذلك نقرأ في القانون 08/09 أيضا 3 بدائل الصلح في المادة 990 مثلا وما بعدها، الوساطة القضائية في المادة 994 وما بعدها، الاربيتراج، التحكيم أيضا موجود. والآن كبرى الشركات العملاقة الكبيرة حينما تقع في نزاع تلجأ إلى التحكيم التجاري، الاربيتراج. لماذا؟ لأنه هو الميسر، هو الأسهل. أما إجراءات التقاضي طويلة جدا، هذا يؤدي إلى عدة خسائر، يعني تطال الخصوم والتجارة والشركات إلى غير ذلك. لذلك الآن العديد من الشركات في بنود تأسيسها تشير إلى اللجوء إلى الصلح أو الوساطة أو التحكيم عند وقوع النزاع، الاتفاق المسبق. ما نطولش في هذه المسألة. وعندنا قوانين، قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02. عندنا قوانين كثيرة. ما فائدة ذكر هذه القوانين؟ مقصود نذكرها ونحن في المسجد لسببين: الأول أن معظم هذه المواد مستنبطة من الشريعة الإسلامية تماما. السبب الثاني لتعريف الناس بالصلح. لماذا؟ ربما لم تنجح محاولات الصلح في البداية، ما زال فرص أخرى هي على مستوى القضاء. إذن نعتقد أن هذا التوجيه أو هذا التبني لبدائل الصلح أو بدائل إنهاء المنازعات، هذا أمر مهم ومهم جدا. ومن روائع ما نقرأ في هذه المنظومة القانونية أن في مثلا محضر المادة 1005 من القانون 08/09 يقول لك المحضر الاتفاق يعد سندا تنفيذيا، يعني عنده قيمة قانونية كبيرة جدا، يعني ما تقدرش تكسره. أي واحد كيصدر ان جوجمون من التريبيونال، من المحكمة، يقول لك نكسر شرع، هكذا يقولوا نكسر شرع، يعني لأنه القانون تبنى التقاضي على درجتين: تروح للمجلس لاكور، إلا ما كاش ما عجبكش تروح لاكور سوبريم، المحكمة العليا. ولكن السر نتاع الصلح والوساطة إذا كان تم
هذاك المحضر بعد المصادقة عليه يولي يصبح سندا تنفيذيا، أي غير قابل لجميع طرق الطعن. ما تكسروش، معنى يضع حدا للنزاع. اعذروني على هذه الأقواس اللي فتحتها، هي أقواس قانونية ولكنها مهمة، لابد أن تعرف لاستثمار هذه الفرص التي أتاحها القانون للخصوم في المحكمة، في أروقة المحاكم. أعتقد الإشارة هنا تكفي. نعود إلى أمر آخر. يلا، ما هي شروط نجاح الصلح؟ ولعلي أختم بهذه الفكرة. شروط نجاح الصلح كثيرة، منها الشرط الأول لازم تكون النية. نرجع للنية. يقول لك القلب يسبق البدن، أن ديزور ولي التباعث ضار. القلوب تسبق الأبدان. نحن قلوبنا سبقتنا إلى هذا المسجد المبارك، وبعدين الرجلين جاو. الرجلين وسيلة نقل. لو إذا سبق القلب يحضر البدن. كذلك هذا شرط أساس في نجاح عملية الصلح. لازم تكون النية تسبق والإرادة. ذكرت الآية 35 من سورة النساء: إن يريد إصلاحا. وبعدين ربي سبحانه هو اللي يوفق الله بينهما. الشرط الثاني هو إفادة المصلحين أو المصلح بجميع المعطيات والمعلومات ذات الصلة بالنزاع، سواء كانت وثائق أو معلومات تذكر في مجلس الصلح، لأن الغرض الأول والأخير هو الصلح لوجه الله تعالى. ولازم لذلك ربنا عز وجل يذكر هذه النية لاستمالة القلوب إلى مجالس الصلح وقبول النتائج. لذلك لازم المعطيات تكون. يلا يقول لك المصلح ولا الإمام ولا المرشد ولا يقول لك أعطيوا لي الوثائق. إذا كان مثلا نزاع في العقار، واش من الكواط اللي عندك؟ تقول له كارت دوناسيون، هبة، أعطينا الهبة نشوفوها، لازم نقراوها. إذا كان حبوس أوقاف، هذا أيضا عقد الحبس عنده أحكامه. إذا كان وصية تيستامون كيف. إذا كان بيع وشراء، إذا كان رهن، إذا كان لا ندري طبيعة هذه الوثائق، لابد أن تقدم الوثائق. علاه؟ لأنها تساعد على الحل. ما يلزمش واحد يخبيك واغط، ما تخبيش. يا أخي النية نتاعك صافية لوجه الله وخرج كلش، سواء المعلومات اللي عندك ولا المعلومات التي تحملها الوثائق الثبوتية، الأسانيد. ما تفاهمين؟ وانتم عارفين ضرك في هذا الزمان، اسمح لي، تلقى واحد عنده سيرتيفيكات بوسيسيون مثلا، شهادة حيازة، والآخر عنده ليفري فونسي، دفتر عقاري، والآخر عنده كذا، الآخر عنده كذا. تختلف الأمور. ما يلزمش هكذا أبي بري برك. وعلى بالكم الإتقان مطلوب في جميع الأمور. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالعمل هذا يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى جهود كبيرة جدا من أجل إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. هناك شرط آخر يتعلق بالذي يتصدى للصلح، يعني اللي يروح يفري المشكلة لازم هو تتوفر فيه شروط متصلة
بالأخلاق. يعني مثلا سمحوا لي أن هذاك المصلح لازم ينصف، يسمع للطرف كي يكمل، يسمع للطرف. علاش يقول لك القاضي يسمع من زوج؟ هذه مهمة. وإذا كان أعطى الطرف نصف ساعة يتكلم، أعطي له نصف ساعة يتكلم، إلا إذا كان توقف. ماشي واحد تقول له اهدر حتى تشبع والآخر تقول له يكفي خلاص 5 دقائق يكفي. لا، هو كي نقراو دستور القضاء اللي كتبوا رسالة اللي وجهها عمر الفاروق إلى أبي موسى الأشعري، لقى فيه إشارات لطيفة ومهمة جدا ونحتاج إليها جميعا. يحتاج إليها القضاة والمصلحون والجميع. هذه مسائل ما تقولش بسيطة، هي مسائل مهمة جدا. لازم الإنصاف في الإنصات. مثلا شرط آخر أخلاقي خلقي، عدم المقاطعة. ما تقاطعوش، ماشي واحد يتكلم حتى يكملوا الآخر، مرة تقاطعوا انت، مرة يقاطعوا الخصم، مرة يقول لك راحوا للأفكار، راحوا للمعلومات. وهذا أحيانا لا تنجح العملية نتاع الصلح لعدم مراعاة مثل هذه الشروط، مثل هذه المقومات، هذه دعامات، هذه شروط أساسية من أجل نجاح الصلح. أيضا من شروط نجاح عملية الصلح المعرفة العلمية الكفيلة بإنهاء النزاع حسب طبيعته. بمعنى آخر، لازم تكون معرفة مناسبة للنزاع. مثلا يجي نزاع في المواريث في المناسخات، جدهم عنده 90 سنة من اللي مات، وبعدين ماتوا الآخرين، وبعدين ماتوا الآخرين، وهكذا. كاين المناسخات. كيف تحل مشكلة المناسخات؟ لابد أن تكون عارفا بهذا الفقه، بعلم الفرائض. إذا كان المسألة تتعلق بالتجارة، التجارة الدولية، تلقى 4 5 من الناس داروا تجارة، عندهم نشاط دولي. كيف يعني؟ ربما مع اختلافات الجنسيات، اختلاف الجنسيات، 4 شركاء، الجنسيات مختلفة، البلدان مختلفة، والنشاط متنوع في العديد من البلدان، وأثير النزاع في بلد من البلدان ولا في بلدين، تلقى روحك في مشاكل معقدة جدا. في مجال القانون الدولي الخاص كاين ما يسمى بقواعد التنازع الإيجابي، كاين قواعد التنازع السلبي، يعني إشكالات كبيرة جدا. المطلوب إذن منك أيها المصلح أنك تكون تعرف الأحكام الشرعية والأحكام القانونية ذات الصلة بموضوع النزاع. أتدرون لماذا؟ لكي يطمئن الخصوم. إذا كان هما سيدي زيكسبير في التجارة، في لي زانفستيسمون، وبعدين يشوفوا المصلح ما يفهم فيها والو، أو كيف تقول لهم برك مليح الخير، مليح هذه مليحة. طيب إذا كان وصل الأذان زال. إذن يا جماعة الخير سمحوا لي، هذه نقطة مهمة جدا، ولعلكم كان اللي جربوا منكم هذه المسألة. هما في التجارة، في الاستثمارات، وممكن عندهم مشاكل أخرى، التهرب الضريبي الجبائي مع لي زامبو، مع كذا، والعقود والقانون الأساسي إلى آخره، وربما فيه عقود في عقود. لازم يطمئن الخصوم إلى أن المصلح يملك دراية، يملك معرفة تمكنه من النظر في موضوع النزاع. إذا كان في الفونسي، ضرك الآن في المنازعات العقارية يا حسرة، في العمران، لي زونتربريز وكذا، المقاولات، العقارات، مشاكل العقار أحيانا هي رقم 1 في الجزائر على مستوى القضاء في الإحصاءات، لي ستاتيستيك.
تلقى قضايا بالآلاف في الفونسي في العقاري. طيب وكيف واحد يسلك راسه إذا كان ما يفهمش في العقاري؟ ولكن الحمد لله أن الله عز وجل قال لنا جميعا فاسأل به خبيرا. هذا شرط آخر لنجاح عملية الصلح. لازم الخبراء ليزيكسبير. وانتم عارفين درك في لا جوستيس لو جوج ماشي هو اللي يحكم في النهاية، قاضي الحكم قاضي الموضوع، ولكن كاين قضايا كثيرة يعين خبراء. قضية في الفونسي يعين خبير اكسبير فونسي، هو اللي يجيبوا الاكسبيرتيز، يجيبوا الخبرة. إذا كان في المجال المالي ولا آخره اكسبير فينونسي في لي فينونس، باسكو هو الخبير. وفي كل شيء ربي في القرآن قال ولا ينبئك مثل خبير، وقال فاسأل به خبيرا، وقال فاسألوا أهل الذكر أي أهل التخصص أهل الشأن إن كنتم لا تعلمون. الاستعانة بالخبراء أمر شرعي. تشوف الخبراء لي زيكسبير. علاه ما تقولش أنا وحدي نفريها؟ لا ما تقدرش تفريها وحدك. قلت في المقدمة بأن المنازعات معقدة جدا، إذن التزم. نقول هذا الكلام لكي لا ييأس الناس من مجالس الصلح، وإلا يقول لك خاطيني ما نروحش لمجالس الصلح، نروح لا جوستيس والسلام. مشكلة بعض الناس عندهم عزوف. لماذا هذا العزوف؟ من أسباب هذا العزوف ما ذكرت، أن يقول لك أنا ما يفهمونيش، يعني ما تقوليش برك مليح الخير ومليح تتصالحوا. هذه معليش تكون موعظة وتذكير بالمآلات والتذكير بفوائد الصلح إلى آخره، كل هذا مطلوب، واللي يقبل الصلح عنده أجر عند ربي كبير. ولكن الخبراء، حضور الخبراء شرط أساس من شروط نجاح الصلح. الشهادة، الإشهاد، أطول آية في القرآن هي الآية 282 مما ورد فيها الإشهاد، الشهادة. وكاين آيات أخرى الشهود. الشهادة توثيق، والشهادة تساعد وتسهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل في إظهار الحقوق. ولكن حتى الشهادة أيضا فيها إشكالات. كاين اللي يقول لك أنا ما نشهدش، إما خوفا يقول لك أنا، ولا يقول لك لو كان نقدم الشهادة نتاعي ضد هذاك اللي هو صاحبي نولي أنا وياه في خلاف. على بالك لابد من مراجعات. هذه نقطة مهمة وخطيرة جدا، مهمة وخطيرة جدا. ما هو الحكم الشرعي؟ إذا كان الحكم راه في الشهادة نتاعك، لماذا تنكر هذه الشهادة مهما كانت الأسباب؟ وفي المجال القانوني أيضا كاين قوانين في هذا الباب. هذا شرط أساس من شروط نجاح. والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يرفع أقداركم وييسر أموركم، وأن يزدنا جميعا إيمانا وتقوى ويقينا وألفة ومحبة وأخوة، وأن يكتب لنا جميعا حسن الخاتمة. حديثي إليكم كما تفضل الشيخ الكريم يكون عن مفردة من مفردات القرآن، مفردة لفظة في القرآن الكريم، ولكن هذه اللفظة لها العديد من الدلالات والكثير من الأحكام. بل هذه اللفظة هي التي تضع حدا لهمومنا ومنازعاتنا وخلافاتنا. هذه اللفظة هي الصلح. ربنا قال في القرآن والصلح خير.
وردت هذه الآية في سورة النساء، الآية 128 من سورة النساء. بداية لابد من مقدمة خفيفة تنصرف إلى نقطتين مهمتين. الأولى، نعيش في الدنيا والدنيا من خصائصها النزاع. رانا عايشين في الدنيا، في الجنة ما كانش مشاكل، ما كانش منازعات. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ولكن كلنا ممتحن ومختبر كما رانا كامل، صغارا كبارا، الجميع مبتلى بما يشاء الله جل جلاله. ربنا في القرآن قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن من خصائص الدنيا ما تعلمون، والحياة تزداد تعقيدا، وكلما تعقدت الحياة كلما أفرزت مشكلات لا مثيل لها. المجربون يقولون هذا الكلام: الحياة الآن أصبحت معقدة في جميع المجالات، وكونها معقدة أفرزت قضايا معقدة. ومن أراد أن يطلع يعني في سير القضاة والمصلحين عبر التاريخ سيلاحظ جملة من الملاحظات، منها أن المنازعات عموما بسيطة في غاية البساطة في عمومها، ولكن الآن في هذا الزمان القضايا معقدة ومعقدة جدا. إذن فلننتبه ماذا ينتظرنا في هذه الحياة. ومن أدلة تعقد هذه المسائل، وكلكم يعلم ذلك من باب التذكير، هناك قضايا لم تجد لها حلا عبر سنوات طويلة، تصل إلى القضاء المحاكم 20 30 40 سنة في لاجستيس، في المحاكم بلا حل. هذا أمر معلوم. بل حتى إن صدرت أحكام قضائية كاين واحد ربح والآخر خسر. واحد يقول أنا ربحت القضية، والآخر يقول أنا خسرت القضية، بمعنى واحد فرحان والآخر حزين. أما الصلح الجميع يربح، يقول تفاهمنا تصالحنا الحمد لله، فضلا عن الأجر الذي يناله الجميع. نقطة ثانية في المقدمة تنصرف إلى ضرورة النظر في الطرق البديلة لإنهاء المنازعات. بمعنى تروح للمحاكم تلقى أكواما من القضايا، ملفات لا حصر لها، وفي جميع المجالات. في العقاري التراب والبنيان والعمران تلقى آلاف، وفي الأحوال الشخصية كيف تروح للمسائل التجارية الاستثمارية أيضا كيف آلاف القضايا. هذه الآلاف من القضايا إن لم أقل الملايين، نحتاج نحن في هذا الزمان إلى البحث عن الطرق البديلة لإنهاء المنازعات. لذلك الحمد لله في الجزائر حتى على مستوى التقنين، على مستوى التشريع، القوانين الجزائرية فتحت المجال فسيحا لهذه الطرق البديلة. أذكر على سبيل المثال القانون رقم 0809 الذي نص على الصلح كطريق بديل، ونص على الوساطة القضائية لا ميدياسيون جوديسير، ونص على التحكيم الاربيتراج. لماذا ذكرت هذه الطرق البديلة؟ لسببين: الأول للتعريف بها، ثانيا
لتفعيلها ميدانيا. لابد من تفعيل هذه الطرق البديلة المنصوص عليها في القوانين المختلفة. دعوني الآن أحدثكم قليلا عن أصول الصلح. للصلح أصول شرعية وجذور اجتماعية، وكذلك أصول قانونية، وإن كانت الإشارة تكون خفيفة. أبدأ بالأصول الشرعية. سبق في علم الله عز وجل أن النزاع يقع بين الناس، هذا في علم الله، ربي على باله، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون وكيف كان يكون، علم الله المطلق. لذلك ذكر العديد من الآيات التي ترشد الناس إلى التصالح عند التنازع. أذكر على سبيل المثال في سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية الأولى بدأت بأمر التقوى، لأن التقوى صمام وأمان. اللي يخاف ربي ما يوقعش في المشاكل، وإذا كان وقع مادام يخاف ربي يولي يقبل الصلح. وأنتم جربتم في حياتكم بعض الناس يرفضون الصلح، يأبون. اللي يخاف ربي لازم يقبل الصلح، لازم، لأن ربي قال: فاتقوا الله، خافوا ربي وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية الأولى من سورة الأنفال. ونقرأ في سورة النساء العديد من الآيات. الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية إذن عامة. خاسرين القضايا، يروح لأي محامي ولا جوريست يقول سي با لا بين، بلا ما تروح، يقول لك هكذا تغنات، يكمل، يقول لك يا خويا نكمل وخلاص، مشكلة. ولكن الصلح لا، ما كاينش هذه الأمور. الصلح يربحوا كاع، يقول لك الحمد لله تصالحنا، ولا يقول لك فرات، هاو كلمة، يقول لك فرات، وفرات هذه عندها قيمة، تصالحنا عندها قيمة، وربي قال: والصلح خير. والقلوب تكون نظيفة طاهرة، تكون يعني مرتاحة، تكون مهنية، على ما كاينش رابح خاسر، كلهم رابحين. من ثمرات الصلح، اسمحوا لي السادة المحامين، أنه تقتصدوا في المال، لأنه المنازعات كي تروح مؤخرا قضية من القضايا بعد ما تصالحوا الحمد لله، انطق واحد قال لي والله غير صرفت 860 مليون في لي زيكسبيرتيز ولي زافوكا. طبعا لافوكا هذه خدمة الله يعينهم، ما نقولش العكس، ولكن فقط حبت نفوت رسالة. 860 مليون راح تغير في هذه الأمور. ولو كان فرات على الأقل نقول الحمد لله، ما فراتش. في الأخير بعد ما قلوبهم معمرة بالنية، إن يريد إصلاحا ولاو تصالحوا. حاجة أخرى، التنازلات ممكن في التقاضي، ماشي ممكن، عادة ما كاينش تنازلات، ما يسمحش تنازل، ما كاينش. كمل، يقول لك ناخذها اكزاكت. إذا كان في العقاري يقول لك بالجي بي اس، بالاباراي جيب لي سوا. إذا كان عندي 650 متر وكذا وكذا ما نسمح والو، الشبر ما نسمحوش. إذا كان في الشركات في الأموال يقول لك 100 فراك ما نسمحهاش، وأكيد سمعتوا مثل هذه العبارة، 100 فراك ما نسمحهاش. أما في الصلح لا، في الصلح تلقى هناك تسامح. لذلك لا يمكن، أحيانا لا يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل. قاعدة ذهبية: لا يتحقق التصالح عند التنازع
إلا بالتنازل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرفوا كامل في صلح الحديبية كي دار صلح الحديبية كما سمعتم من مشايخنا قدم تنازلات. تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ماشي اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو آمنا بك رسولا ما حاربناك، يعني احنا بالنسبة لنا ماكش رسول. وتعرفوا الحكاية تنازلات قدمها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا علماء الشريعة يقول لك ترجيح المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية العارضة. ما شافش غير درك خزر قدام لي كونسيكونس المآلات. بالمناسبة صاحب الموافقات الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة في الجزء الرابع في الصفحة 160 الصفحة اليمنى المسألة 10 واش قال فيها؟ والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. عبارة خفيفة ولكنها مهمة. النظر في المآلات لي كونسيكونس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح صلح الحديبية قدم جملة من التنازلات ترجيحا للمصالح المستقبلية الدائمة. لذلك في فترة الهدنة فترة الصلح استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أمور. منها الأمر الأول بناء الركائز، بناء الرجال، الناس اللي يرفضوا هذه الدعوة هذه الرسالة تحتاج إلى من يحملها ويتحمل تبعاتها. في مدة الهدنة استثمرها في بناء الركائز وبناء الرجال. أيضا استثمر فترة الهدنة نتاع الصلح في إعطاء البعد العالمي للدعوة الإسلامية. في هذاك الوقت اللي كان يبعث الرسائل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا باللغة المعاصرة نقول البعد العالمي الإعلامي العالمي للدعوة الإسلامية. إذن في النهاية استحق هذا الصلح باش ربي يقول عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذكرت هذا الشاهد لتطمئن قلوبنا لنقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما حصل. وهناك حكاية أيضا مع حاطب ابن أبي بلتعة، واقع حادثة حصلت في مقدمة الفتح، والآيات الأولى من سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إلى أن يقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أيديهم رمز القوة العسكرية المادية، وألسنتهم رمز القوة الإعلامية الدعائية. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، إلى أن يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل قراءتان يفصل بينكم إلى آخر الآيات. شيء عجيب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد نركز عليه قال لعمر بن الخطاب يا عمر إن الرجل، يقصد حاتب ابن أبي بلتعة، يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا فهو من البدريين، ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لابد أن نقرأ ميراث النبوة قراءة اعتبار
واستنباط واستقراء للدروس والحكم والعظات من أجل تحسين أوضاعنا. فأوضاعنا فيها وجه مشرق لا ينكر، ولكن فيها وجه سيء حزين أيضا لا ينكر. ولا يتغير حالنا إلا إذا كانت النية هي الأساس. لذلك قال الله عز وجل في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والصلح خير. والسلام عليكم.